أكلة الحرشات، الأكلة الحرشة الجميلة بتاعنا. عملنا مسقعة، وعملنا فول بطماطم، والفول ده أنا اللي ملبساه، وعملنا بطاطس مهروسة، وعملنا بطاطس صبار، وعملنا عجة بالبيض. وده شكلها من النص مستوية. بص البيض. وبألف هنا على قلوبكم. صباح الهوا يا محمد. تعالوا شوفوا الطريقة جوه الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو عجبكم الفيديو. النهارده بقى هنعمل اكله بقى غير، يعني لو زهقتوا من الفراخ ومن اللحمه. هنعمل مسقعه، وهنعمل فول بطماطم، وهنعمل عجه بيض، وهنعمل بطاطس مهروسه. كل الاكلات كده الحرشه كده الجميله كده هنجمعهم في اكله واحده النهارده، وبالف هنا وشفا على قلوبكم. يلا هنبدا الاول. هنقطع البتنجان. تمام. تعالى قرب شويه. فاكر البتنجان نفسه. بسرعه بسرعه خليكي ماما. كل الاكل الحرش كده هنجمعه كله النهارده على الفطار، وبألف هنا. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعلها يا رب ايه سنه كده، سنه الفرحه والسعاده وجبر الخاطر على قلوبكم يا رب. قطعنا البتنجان، وهنبدا بقى ايه نقشر الثوم الجديد اللي طالع جديد ده الجميل. ريحته حلوه كده، وبيبقى حلوه كده في الاكل. احنا مع بعض خطوه بخطوه. السرعه طبعا في الاداء لا علينا. بس الثوم ده بقى تعالى قرب كده يا احمد. كده تلاقي التومه ايه اتقشرت في ثواني. ونحوش الحته اللي فوق دي، وننزل بقى كده ايه على تحت. تطلع كده. ايوه. الاكله دي هنسميها الاكله الحرشه لكل المصريين. تنفع كمان على فكره، تنفعك كمان فطار، تنفعك سحور. بقيتها ينفع سحور. الفول اللي احنا هنعملها ينفع سحور. المسقعه ده بيفتح النفس وتبقى جميله، هتنفع سحور. فالاكله دي تنفعك فطار، اكله اقتصاديه سهله وبسيطه، تنفعك فطار وتنفعك سحور. وهي اكله ايه؟ الحرشه. قطعنا البطاطس، وقطعنا البتنجان، وجهزنا الثوم. يلا نعمل الطماطم عشان هنعمل الفول. هنبدأ بأول حاجة وأسهل حاجة الفول. يلا بينا. هنقطع الطماطم مكعبات كده حلوة كده. تمام. جبنا 3 طماطمات كبار. طبعا الفول احنا ملمسينه منها للتوفير، وطبعا بيبقى انضف وبيبقى احسن من الفول اللي بره. الفول اللي بره بيحط عليه الوان صناعيه وبيحط عليه ده، لكن ده فول نظيف يعني، وطريقته سهله وبسيطه. هصور لكم فيديو الفول المدمس ازاي تعمليه لونه فاتح وطعم كده، وبيبقى جميل منور كده. الفوليه بتبقى منوره في الطاسه ونظيفه طبعا، انضف بكتير من الفول اللي بنجيبه من بره. يبقى أكلة النهاردة أكلة الحرشة. أكلة الحرشقة دي اللي هي الأكل الحرشة، معناها الأكل الحرش كده الجميل كده الطعم كده اللي يفتح النفس. زهقنا كل يوم فراخ ولحمة، فراخ ولحمة، فراخ ولحمة. جمع كل الأكلات الحرشة الجميلة في فطار النهاردة، وهنسميها أكلة الحرشقة، يعني الأكلة الحرشة. قطعنا الطماطم، هنبدأ نقطع الفلفل. تمام.
قطعنا الطماطم والفلفل، قطعنا الطماطم والفلفل. هنقطع الثوم، ممكن تقطع الثوم، ممكن تدوق الثوم، يعني اي حاجه. تمام. ده فول ايه بقى؟ الفول المحوج الحلو. قطعنا الفلفل، قطعنا الفلفل، قطعنا الطماطم، جهزنا الثوم. تمام. هنجهز بقى الطاسه. ده في البيت، ده فول مدمس انا كنت عاملاه في البيت. شايفين لونه فاتح كده ازاي؟ زي بتاع بره، مش متحطين له لون ولا اي حاجه. طبعا هعمل لكم فيديو انا للفول، طريقه عمل الفول. المهم هنجيب زيت، هنحطه قربين على الطاسه بقى. هنحط الزيت في الطاسه، هنسيبه كده هيتطوس كده مع بعض. نحط الفلفل على الزيت عشان يشد كده الريحه كده، والتشويحه بتبقى روعه. هنضيف شويه زيت تاني صغيرين. تمام. شوح. بعد كده هنضيف الثوم. يلا تعالى بقى. وهنكون مجهزين الطماطم. تمام. هنحطها كده. نسيبهم كده ياكلوا في بعض دقيقتين بس، ياكلوا في بعض. الطماطم تتشوح مع الثوم ومع الفلفل. طبعا الريحه روعه، الريحه روعه. هنكون مجهزين الفول على جنب اللي احنا عاملينه نضيف بتاعنا. تمام. بس هنا عاملين ايه الاول؟ تمام. دول كده بياكلوا مع بعض. هنحط الفول، صلب الفول. حلاوة الأكلة الحرشة دي تنفعك في الفطار، وتنفعك في السحور، تنفعك في أي حاجة. تمام. وهنحط بقى ايه؟ البهارات. هنحط بلاش شطة، ممكن حتة صغيرة عشان أنا حطيت أصلا فلفل شطة. هنحط حتة كمون. الفول هو عرفت في الكمون، الله بقى لو في ليمونة بتعصر كده الليمونة عليه بتبقى روعة. حتة ملح بتاعها كده الفول. تمام. احنا على العيد التانية هدي هات البطاطس التانية كنا بنسلق بطاطس، هنعملها مهروسة بالثوم برضو والفلفل. وده احلى واطعم فول ممكن تاكلوه في حياتكم. الله بقى لو في طحينه كده من فوق كده روعه، وليمون، يا لهوي على الحلاوه. هنسيب الفول يغلي مع بعضه، وهنسيبه بقى يغلي بس غلوه كده صغيره، وهنطفي عليه وهتاكلي احلى واطعم طبق فطير. هنقلي البطاطس. تمام. شويه بطاطس حلوين كده مع الاكله الجميله دي. المهم هتسيبها تتقلي. عمي هيكون الفول. تعالى هنا بقى الفول كده هو بيتسبك كده بحلاوته وطعامته. شايفين لونه؟ تمام. وهرسنا البطاطس المهروسه. هنعمل بطاطس مهروسه بالثوم مع بعض. طريقه عمل البطاطس المهروسه اللي بالثوم، يلا تعالى معايا. يلا. هنحط معلقه من السمن البلدي، هندي كده طعامه كده حلوه كده في الاكل. تمام. تمام. حطينا معلقه من السمن البلدي. هنحط شويه زيت. هنحط التومه.
لحد ما البالون يكون اصفر ذهبي كده. طبعا هنا على العين الثانيه بنبقى مجهزين البتنجان يتقلي. شكل الحمد لله انا بقلي على العين الثانيه هم مجهزين البتنجان بتاع المسقعه عشان يتقلي. تمام. هنبدأ نخش البتنجان. أول ما يوصل اللون الذهبي البتنجان التومة التومة يلا خش. خش البتنجان. اي صوت. طيب بتعمل ايه؟ بقلب حطينا البطاطس على الثوم. تمام. لو خلينا تتحط قدامي على الثوم. هنقلب كده. ركز معايا. هنقلب كده البطاطس مع الثوم. انت مش مركز معايا خالص. معاك البتاع الدور. ما تتكلم. هنبدأ نحط البهارات عندنا. هو البطاطس المهروسة مش بتحتاج غير حتة ملح وحتة كمون. هنضيف الملح. تمام. ونضيف نقطة شطة صغيرة. ونضيف الكمون. البطاطس المهروسة روحها في الكمون. روحها وولادتها في الكمون. شايفين الحلاوة؟ وهنقلب الكلام ده كله كده مع بعضه. نعم. كل الكلام ده هنقلبه مع بعضه. نقلبه كويس. ودي احلى بطاطس مهروسه بالثوم. اكلة الحرشه بقى. اكلة الحرشقه بقى. أكلة الحرشقة. كده جهزنا البطاطس المهروسة بالثوم. تمام. كده نحط الفول بتاعنا. الفول وحلاوة الفول وطعامة الفول بتاعنا. وجهزنا البطاطس المهروسة. الفول وجهزنا البطاطس المهروسة وجهزنا البطاطس المقلية أكلة الحرشقة. وفي نفس الوقت بدأنا نطلع البتنجان. بتاع المسقعة. دلوقتي هنعمل الوقت بقى نبدأ نعمل التسبيكة بتاعت المسقعة بأحلى وبأسهل طريقة وطعمها بتبقى روعة. لحد ما البالون يكون اصفر ذهبي كده. طبعا هنا على العين الثانيه بنبقى مجهزين البتنجان يتقلي. شكل الحمد لله وانا باجي
حطينا البطاطس على الثوم. تمام. يا بابا خليني كنت حطيتها قدامي على الثوم. هنقلب كده، ركز معايا. هنقلب كده البطاطس مع الثوم. هو البطاطس المهروسه مش بتحتاج غير حته ملح وحته كمون. هنضيف الملح. تمام. وهنضيف نقطه شطه صغيره، وهنضيف الكمون. البطاطس المهروسه روحها في الكمون، روحها وولادتها في الكمون. شايفين الحلاوه؟ وهنقلب الكلام ده كله كده مع بعضه. نعم. كل الكلام ده هيتقلب مع بعضه. قلبي كويس. ودي احلى بطاطس مهروسه بالثوم. اكلة الحرشة بقى، الحرشقة، اكلة الحرشقة بقى، أكلة الحرشقة. كده جهزنا البطاطس المهروسة بالثوم. تمام. ثانية عشان نحط الفول بتاعنا، الفول وحلاوة الفول وطعامة الفول بتاعنا. وجهزنا البطاطس المهروسة. الفول وجهزنا البطاطس المهروسه. هنعمل تسبيكه المسقعه. نحط الزيت. تمام. حته زيت حلوه كده. ده عشان خاطر حلوه. عشان خاطر الحلوه. وهنحط حته ثوم نتشوحوا مع بعض. هنا على العين الثانيه كنا بنقلي البتنجان. التومه لما توصل للون الاصفر او الذهبي بنكشها بغطا خل. لسه لونها ابيض. يلا اللون بقى لونه اصفر كده ذهبي. هنحط غطا خل. نحط غطا الخل. هنطعم الكلام ده كله ببصلايه كده. السر بقى ده بصلايه مقطعه على 4. فنفختيه ففجعتيه. فجعته طبعا المرسيه جت عليه. التومه طبعا صفرت والبصله كده دبلت كده. لا هي صفرة ولا هي مش صفرة، هي دبلت. تمام. هنبدا نجهز الطماطم بتاعتنا. نجهز الطماطم. الطماطم. تمام. تمام. مش هنصفيها عشان احنا ايه، نبدا نضيف الطماطم بتاعتنا. هنقلبها. نسيبها وهنسيبها تتسبك بقى مع نفسها كده. هنسيبها تتسبك مع نفسها. هنعمل عجة زمان، العجة الحلوة كده الجميلة بتاعت زمان دي. تمام. جبنا عجينة. استنى تاني جبنا عجينة. جبنا عجينة طعمية هنفضيها. كيس كده عجينة طعمية وايه، وتحس كده فيها بركة انت بتعمليها. تمام. وهنجيب 4 بيضات. كيس عجينة طعمية وهنجيب 4 بيضات. هنطبخ كده البيضة. تمام.
تمام. ده قشر المنديل كله هنحط عليه ملح وحته فلفل اسود، حته ملح، حته فلفل اسود، تمام، وحته ملح. وهنقلبها وهنقلبها كده، نفضل بقى نقلب فيهم كده بايدينا. مفيدة وفيها بروتين، وجود جو بروتين، وطعمها روعة. اهو بنفضل نقلب كده، نقلب هتلاقيها عبارة عن عجينة كده، تمام. اهو شايفين العجينة زي العجينة كده. طريقة زمان دي هتلاقيها عبارة عن عجينة كده. طريقة زمان دي الطريقة الحلوة كده والطعومة كده يعني بتبقى روعة. الزيت بنحطها في الزيت، اهو بتبقى زي القرص كده المطاوي، تمام. اهو زي القرص كده، وهنسيبها ايه بقى تستوي كده من تحت، تبقى زي كده. والطعم بقى يعني بص من جوه، بص من جوه روعة. أكلة الحرشات، الأكلة الحرشة الجميلة بتاعنا. عملنا مسقعة، وعملنا فول طماطم، والفول ده أنا اللي مدبساه، وعملنا بطاطس مهروسة، وعملنا بطاطس صباع، وعملنا عجة بالبيض. وده شكلها من النص مستوية. بص البيض، وبألف هنا على قلوبكم. صراحة حلوة يا عم. تعالوا شوفوا الطريقة جوه الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو عجبكم الفيديو.